قرآن كريم. قرآن، لماذا سمي القرآن قرآنا؟ طبعا كل كتاب من الكتب السماوية لها اسم خاص واسم عام. يعني مثلا انتبه لي حبيبي، مثلا كتاب موسى شو اسمه؟ توراة. كتاب عيسى إنجيل. كتاب داود الزبور. كتاب إبراهيم صحف. كتاب نوح هناك قضيتك بعد. اي كتاب نوح صحف. كتاب آدم صحف. بقية كتب الأنبياء صحف. كل الكتب السماوية لها اسم عام واسم خاص، إذا ما عنده اسم خاص يحمل على الاسم العام. الاسم العام صحف، القرآن صحف، التوراة صحف، الزبور صحف، الإنجيل صحف، صحف نوح، صحف إبراهيم، صحف آدم. زين، لكن بعض الكتب السماوية بالإضافة إلى اسمه العام عنده اسم خاص، مثل توراة، مثل إنجيل، مثل زبور. واضح مولانا؟ والقرآن الكريم. زين، سؤال: لماذا سمي القرآن قرآنا؟ ليش القرآن يقولوا له قرآن؟ شنو معنى قرآن؟ اسمع هذه مولانا. القرآن، كلمة قرآن يختلف أهل النحو وأهل اللغة برأيين. الرأي الأول يقولون مفعول قرآن، مفعول لقرأ يقرأ مفعول. والرأي الثاني لا، مصدر، هذا مصدر قرآن، مصدر من قرأ يقرأ. واضح مولانا؟ هسه هذا مو شغلتكم، بس أنا أحكيها للكاميرا، خاف واحد ذاك صوب الدنيا قاعد يسمع على الأقل يعرف هذا شنو هذا شنو. خاف واحد شغلته اللغة، أنا أحكيها على العموم، ذاك أبو اللغة ياخذ حكايته. زين، فقرآن ليش يقولوا له قرآن؟ لرأيين، لدليلين. الدليل الأول: سمي القرآن قرآنا لأن كل الكتب السماوية نزلت كتابة إلا القرآن نزل قراءة. واضح؟ يعني التوراة نزل عليه من؟ كتابة على الألواح. الله سبحانه وتعالى كتب من النور بنور، كتب على ألواح إلى موسى. توراة موسى ترى ما نزل قراءة، نزل شنو؟ كتابة. الإنجيل نزل كتابة. الزبور أصلا هو كلمة الزبور، الزبور زبر، الزبور يعني الكتابة. واضح مولانا؟ هذا نزل كتابة. كل الصحف نزلت كتابة إلا القرآن. القرآن الكريم ما نزل كتابة، نزل قراءة شفهي يعني. ولهذا أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول كلمة في هذه الآية شنو؟ اقرأ. ما قال له اكتب، قال له اقرأ، ما قال له اكتب، لا، اقرأ باسم ربك الذي. فإذا لماذا سمي القرآن قرآن؟ الدليل الأول: لأن كل الكتب السماوية نزلت كتابة إلا القرآن نزل قراءة. جبرائيل كان ينزل فيقرأه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، طبعا اثنين صحيح، الجمع بينهما لا ضير ولا ضرر ولا إشكال فيها. الرأي الثاني: الرأي الثاني: سمي القرآن قرآنا لكي يقرأ. القرآن سمي قرآن إذا أخذناه على المفعول، ذاك إذا أخذناه على المصدر نزل قراءة. إذا أخذناه على المفعولية شو نقول؟ لكي يقرأ. القرآن لا تخليه بالبيت جامد، القرآن لا تخليه بالبيت يأكله التراب. ترى من الذين يشكون يوم القيامة ياهو القرآن، العالم الذي لا يستفاد منه بعد، والمسجد الذي لا يصلى فيه بعد، والقرآن. قرآن بالبيت مخليه ماكل التراب مولانا ما يقرأ به. هذا القرآن يوم القيامة يشكو عليك، عندك مصحف، عندك قرآن ما تقرأ به، ودي إلى المسجد يقرون به، ودي إلى حسينية، اهدي إلى الشخص اللي يقرأ القرآن، هم أنت تأخذ أجر، هم ذاك القارئ هم يأخذ أجر. واضح مولانا؟ قرآن اللي ما تقرأ به لا تخليه بالبيت، شيله وديه. القرآن صحيح فيه البركة، القرآن صحيح فيه كل الخيرات، لكن القرآن مو بس للبركة، القرآن مو بس للاستخارة، القرآن مو بس للفواتح مولاي، القرآن وضع لكي يقرأ ويتدبر. أقرأ وأتدبر آيات القرآن. هذا الشيء بالشيء يذكر. في اليوم احنا طلعنا إلى قم، طلعت إلى قم، كان عندنا على العموم هم زيارة وهم شراء كتب. فأكو رجال مشى وياي قال: شيخنا أريد أروح
هناك إلى بعض المكاتب آخذ قرآن، هلا بيك. طبينا على المكتبة باساج قدس السيد الله يطيل بعمره سيد حيدر، مكتبة كبيرة ضخمة جدا، الإخوة المشايخ يندلوها. فطبينا على سيد حيدر، قلت له سيدنا هذا زلمتنا يريد قرآن. شنو والله يا قرآن اللي يريده؟ شوف هسه هذا التعبان. قال له سيدنا أريد القرآن لونه أحمر واحد، وأريد قرآن مجيد مو قرآن كريم، قرآن كريم ما أريد، كون مجيد. هاي أنا بدأ سمعتها مولانا بعد ما حد سولف لي اياها. احنا حقيقة تعجبنا، هم السيد وهم أنا. قال له والله أنا أحمر ما عندي، عندي أخضر، عندي أبيض مثلا، عندي ألوان ثانية، بس أحمر ما عندي. قال له لا إلا كون أحمر. قال له عندي شبيه للأحمر. قال له مو مشكلة، المفروض يصير حمر لو شبيه للأحمر. ليش؟ قال لي والله شيخنا أنا عندي مكتبة، هاي المكتبة طبعا ما أقرأ بها، بس الكتب اللي مجمعها كلها حمراء، إذا خليت قرآن أخضر يخرب شوفة المكتبة، ما أخذ للزينة يعني للحلال للجمال. شوف شنو نفكر هذا. قلنا له هاي عرفناها، هذا المجيد والكريم شنو؟ هسه يا عمامتي 10 أمتار على راسي، والله ما أدري قرآن مجيد وكريم شنو، هاي أول مرة أسمعها أنا. قلت له شنو هذا قرآن مجيد وكريم؟ قال لي هذا قرآن المجيد إذا كاتبين عليه مجيد بي استخارة، أكل استخارة يكتبون فوقه بالفارسي أو بالعربي، مثلا زينة مو زينة أو مثلا وسط، واضح مولانا؟ الكريم ما بي، المجيد بي، أنا استخدمه للاستخارة، واضح؟ هذا زلمتنا ما أخذ القرآن هم للزينة وهم للاستخارة للأسف. القرآن مو بس لهذه مولانا، لا، القرآن يؤخذ لكي يقرأ، فاقرأوا ما تيسر من ايش قد؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول أقل ما تقرأ القرآن في كل يوم 50 آية. 50 آية، هذا اللي يعرف. واحد هسه يقول لي شيخنا أنا أمي ما أعرف لا أقرأ ولا أكتب. الفقهاء يقولون تفتح القرآن خاطر لا يشكو عليك، تفتح القرآن وتقرأ ما حفظت من الآيات والسور. حافظ سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الكوثر، سورة الحمد، تفتح القرآن هيك قدامك وتقرأ اللي حافظ أنت، يحسب لك أجر القارئ من قرأ القرآن. قراءة قرآن مع تدبر في القرآن. ولهذا احنا عندنا اكو بعض الناس يقرون، انتم اكيد عندكم هنا، اذا واحد يموت يقرون له قرآن بالمقبرة، مو لا؟ اكو البعض يقرون على المقابر قرآن. طبعا هذا حتى قراءة القرآن على المقبرة بشرطها وشروطها. اولا يقول لك لا تقرأ آيات العذاب، لان هذا الان زلمتنا وين؟ في شدة، في شدة، في ضيق، في وحشة. هذا وين؟ بقبر ضيق موحش مظلم لحد، وانت تقرأ له بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة، زي شو يصير بحاله هذا؟ فيقول لك لا تقرأ آيات العذاب، اقرأ آيات النعيم. هاي وحدة. اثنين، هاي مهمة، أنا هاي الرأي الثانية جدا مهمة. العلماء شو يقولون؟ العلماء يقولوا بعض الآيات التي تقرأ على القبر إما أن تكون أجر له وإما أن تكون عذاب عليه. شلون هاي؟ يعني مثلا نفرض اجيت انت قرأت على قبر ميتكم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا زلمتنا صلاة ما يصلي، نزلوا له الجماعة الاثنين منكر ونكير. إذا يقولوا له مر عليك الآية لو ما مر، إذا مر مبتلي بلوى، إذا ما مر عليه هم مبتلي بلوتين بعد. إذا قال ما مر علي الآية يقولوا له أي مسلم أنت؟ القرآن بين يديك ولم تمر عليك هذه الآية. أنا أمي خو عندك منابر، أطلع للمنابر واسمع، بدل ما تقعد ببيتك تقعد بباب الشارع، زين، أو تقعد بباب بيتك بالشارع، مولانا تعال اقعد بالمجلس الناس استفاد لك حكايتين، هسه مهما كان اسمع لك آية قرآنية إذا ما تحب تنتبه بعد، زين. أو إذا قال مر علي الآية يقولوا لك كيف مرت عليك الآية ولم تعمل بها؟ ليش صلاة ما أصلي؟ واضح مولاي؟ فإذا حتى قراءة القرآن، لما نقرأ القرآن مو مجرد قراءة قرآن سرد، إنما قراءة مع تدبر وتدبير وعمل، أقرأ وأعمل. واضح مولاي؟ زين.